انا ما بحبش افلام الرعب والاثارة ومش الجو بتاعي خالص، ولكن حبيت ادي فرصة لفيلم بريسنس واللي سمعت عنه كلام ايجابي. ولكن للمفاجأة الفيلم ما فيهوش مشهد رعب واحد حتى، ومع ذلك عجبني جدا وبشكل مفاجئ، لان الفيلم تصنيفه الاساسي في رأيي هي الدراما العائلية اللي بتتكلم عن عيلة مفككة ومشاكلها معقدة، وده اتقدم بشكل كويس جدا. حتى وانا معترض على اختيار الكاست، لان الممثلين مش افضل حاجة خالص باستثناء شخصية الاب. اما بالنسبة للقصة نفسها فهي مهروسة جدا عن الاسرة اللي بتروح بيت ويطلع مسكون في الاخر. طيب هتقولي ايه يا عم الجديد يعني في الموضوع؟ هقولك ان المرة دي الاحداث كلها من منظور الشبح نفسه، وده بيخلينا نحس بيه ونعرف شعوره ايه في المشهد ده. برضو من الانجازات الاخراجية اللي عجبتني جدا هو ان كل مشهد عبارة عن تسلسل طويل متصور لقطة واحدة، ومش بيفصل عن كل تسلسل والتاني غير شاشة سودا. ولكن مشاكلي مع الفيلم بجانب التمثيل هو ان في قرارات كتير غير منطقية، زي مثلا ليه الاسرة لسه موجودة في البيت، وليه الشبح اختار البيت ده بالذات. لكن بشكل عام فيلم متميز. تقييم النهائي 7.5 من 10.